أكبر كذبة كتبقاي تسمعيها يوميا وانتي مع ناس مسمومين هي أنك خاصك بزاف باش تولي بحال الناس. انتي زينك ناقص، انتي ما عندك عقل، انتي مكلخة، انتي عمرك طفريها، انتي مستحيل توصلي أولا تولي بحال فلانة. هاد الهضرة كتبقى تقال ليك توليتي فعلا كتلقاي راسك باللي بديتي كتيقيها وبديتي كتفقدي الثقة ديالك في راسك، وهنا غتكوني رجعتي لنقطة الصفر. السلام عليكم مرة أخرى. قناتي مهتمة بعلم النفس وتطويرك نفسيا وتعطيك الخطوات اللي خاصك تتبعي باش توصلي لأفضل نسخة منك. إلا كنتي أول مرة كتشوفي القناة كيشرفني أنك تشاركي عندي وتكوني بالمحاربات ديالي اللي خدامين على راسهم وعلى الشخصية ديالهم باش يبدلوا النظرة ديالهم لراسهم ويعطيو القيمة اللي يسهلوا لراسهم. اليوم غنوريك كيفاش تقدري وتعطي قيمة لراسك وتخلي كاع اللي دايرين بك يوليو يحترموك ويبدلوا النظرة الدونية اللي كانوا كيشوفوا فيك بها. تذكري ديما وديري في بالك بلي عمرك تخلي شي حد ينقص منك او لا ينقص من قيمتك. تحد على وجه الارض ما عنده حق يقلل من شخصيتك او لا منك بصفة عامة او لا من اي حاجة متعلقة بك كيف ما بغات تكون، وعمرك تسمحي بهذا الشيء. انتي ماشي قليلة القيمة وماشي قليلة القوة وماشي قليلة العقل، انتي كاملة مكمولة. وقولي هاد الكلمة وانتي رافعة راسك وبكل ثقة في النفس. وقت ما حسيتي براسك ضعيفة قولي مع راسك لا عمرني نخلي شي حد يحسسني بلي انا قل منه او لا قل من غيره. انا كافية، انا قوية، انا كنستحق اي حاجة زوينة وغالية في هاد الكون. مني هاد الاحساس كيكون نابع من الداخل ديالك ومن قلبك مقتنعه به كل اقتناع، ما غتبقاي تسني حتى شي حاجه من شي حد او اللي يكبر بك ولا يعطيك ويدير لك قيمه. شوفي اللي خاصك تعرفي بلي ان الكمال ديالك ماشي في انك تقارني راسك بغيرك باش تحسي براسك بلي ما ناقصك والو كامله مكموله. خاصك تقبلي راسك وتحبيه كما هو بكل حاجه فيك بتفاصيلك الصغيره والكبيره. انتي ما محتاجه تكوني بحال حتى شي وحده، انتي فريده من نوعك، منك نسخه وحده وما منها جوج. اي حاجه كتقدميها كتحمل البصمه ديالك فقط وحتى شي وحده ما تقدر تقدمه بطريقتك. قولي معايا انا كافيه ومكتفيه براسي، انا كنستحق ديما الافضل في كل شيء. حد ما عنده رخصه يقلل مني. بقاي ديما تعاودي هاد الهضره مع راسك حيت ديما غتبقاي تسمعي اصوات هدفهم الوحيد فقط انهم يفشلوك. كاين اللي كيقول لك ما تقدريش وكاين اللي كيقول لك ما تستاهليش بلا ما تحاولي عمرك غتوصلي. هاد الهضره كامله دخليها من ودن وخرجيها من الودن الاخرى، حيت السلطه الحقيقيه والوحيده عليك هو صوتك الداخلي، صوتك انتي فقط. الا كان صوتك كيقول لك بلي انتي قادره وكافيه وكتستاهلي حتى ما يقدر يفشلك. كل تجربة مريتي منها وكل ألم وكل خيبة مريتي منها ما خاصهاش تطيحك، بالعكس خاص تكون حافز لك، حافز اللي تبنيك وترممك من جديد، اللي تقويك وتخلق منك إنسانة قوية على اللي قبل. خلي إحساسك يكون قوي على كاع اللي كيشكو في القيمة ديالك والقدرات ديالك. ما تخلي حتى واحد ولو يكون راسك يقلل من المكانة ديالك. كيفاش غيمكن لك تعرفي قيمتك الحقيقيه وانتي مخليه كلام الناس ياثر عليك ويضعفك؟ وكيفاش غتيقي افكارك والاحاسيس الايجابيه ديالك وكاع اللي دايرين بك كيشككوا وكينقصوا منك؟ اعظم قوه بالنسبه لك في هذه الحياه هي انك تشوفي راسك كيما بغيتيه وفي الصوره اللي بغيتيها انتي، ماشي كيما بغاوها الاخرين. ما تسني من حتى شي واحد يقيمك وما تسني من حتى شي واحد يعتبرك ويقول لك انتي احسن وحده في الكون. انتي اللي تقولي لراسك هادشي وانتي اللي ترفعي وتهزي معنوياتك لراسك، وكل ما عطيتي القيمه لراسك اللي تستاهليها فعلا الاحلام ديالك غتزيد غتكبر معاك وغتكبر معاهم حياتك وكرامتك. كل نهار وكل صباح قبل ما تخرجي من الدار شوفي في المرايه وقولي لراسك انا ما قل من حتى شي وحده، انا كامله بنفسي، انا نستاهل نبغي راسي ونقدرها. خلي هاد الهضره تكون بحال شي درع الحمايه اللي تخرجي به كل صباح وكل نهار. الحياه عامره باللي باغي يشوفك باللي انت قل منه، ولكن القرار كان وديما غيكون في يدك انت فقط. شحال من مره شفتي في راسك
وقلتي شكون انا وشنو كنقدم، واش انا فعلا بقيمتي. انت ماشي كايها الناس، انت ماشي سميه او لو وجه دايز وصافي، انت ماشي نقطه صغيره في هذا الكون اللي حتى شي حد ما شافها. انت كل حاجه فيك كتحمل قصه ورساله واثر، وتا وحده ما كتشبه لك. ربي ما خلقكش غير صدفه. شوفي في راسك على انك انسانه كتزيدي شي حاجه للحياه، واخا حتى شي حد ما شاف هذا الشيء. كل خطوه كتخطيها، وكل ضحكه وكل ابتسامه كتبتسميها، وكل موقف مريتي به دليل على انك قويه وقادره تفوتي اكثر من هذا الشيء. ديري تمرين توعي به ذاتك، حطي يدك على قلبك وسمعي مزيان دقات القلب ديالك، وحسي وقولي بلي هاد الدقات كيذكروني بلي انا حيه، انا كنستاهل حياه زوينه وكريمه، والوجود ديالي عنده قيمه في الحياه. وقت ما حسيتي بلي ما كتشافيش تذكري بلي ربي شايفك وكيعرف قيمتك، وهذا الشيء بوحدو يكفيك. انت ما محتاجه لحتى شي واحد يصفق لك باش تحسي براسك بلي انت شي حاجه. انت تستاهلي تحبي وتحابي، وتستاهلي كل الفرص، تستاهلي كل نجاح، وتستاهلي كاع الجمال والكمال اللي تخلق في هاد الدنيا، حيت ربي خلقك مكرمه. علاش غتشوفي في راسك بعين نقص وتيقي الهضره اللي كتسمعي عليك وتنساي تيقي راسك انتي؟ الحقيقة هي أن كل حاجة راقية وزوينة متاحة لك مادام أنك مآمنة باللي تستاهليها. عمرك ما تعتبري راسك ضحية وتحقري راسك، ويكون عندك داك الجوع العاطفي اللي كتبقاي تقلبي على اللي يشبعوا لك. ما تخليش تقديرك لراسك زيرو، وقيمتك زيرو، واحترامك لراسك زيرو. عمرك ما تبقاي تعطي اكثر ما كتاخدي، وحتى الا خديتي كتحسي بتأنيب الضمير، وكتولي تعلقي عاطفيا باللي يستاهل واللي ما يستاهلش. ما تحاولي تقنعي حتى شي واحد باش يبغيك، حيت هادشي عمره يخليك توصلي لشي نتيجه. غتبقاي ديما عايشه تعيسه وكارهه حياتك. غتولي تشوفي بلي راحتك ولات غير في انك تشوفي غيرك متقبلك وعاطيك قيمه وكيهضر عليك غير بالمزيان. ضروري تكتفي براسك وتعالجي راسك براسك. ما تخليش قيمتك مرتبطه بالراي ديال الناس فيك، حيت غتبقاي ديما معتبره بلي انتي بلا ناس زيرو، حياتك زيرو. عيقي وفيقي وتذكري بلي الناس اللي بلا بيك حياتهم ناقصه، واللي ما عرفك فيتو بزاف. الا ساليتي الفيديو وصلتي هنايا كنتمنى تشتركي عندي في القناه وفعل الجرس باش يوصلك كل جديد.